السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شهدت بطولة كأس العالم اليوم مباراة أكثر من رائعة بين المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي. لعب فيها المنتخب المغربي مباراة بطولية واستحق الفوز بهدفين دون رد، مما زاد من حظوظه في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم. وما ميز هذه المباراة أن جميع العرب فرحوا لفوز المنتخب المغربي وساندوه لآخر دقيقة، ومن بينهم المعلق الجزائري حافظ الدراجي الذي يظن الكثير من المغاربة أنه عدوهم الأول، ويكنون له كراهية كبيرة، حيث نشر منشور في صفحته على الانستغرام مباشرة بعد انتهاء المباراة، حيث قال فيه: مباراة كبيرة وفوز كبير ومستحق للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا. ألف مبروك لأسود الأطلس والجماهير المغربية، ليظهر حبه الكبير للشعب المغربي وأنه لا يكن له أي كراهية وعداوة، وأنه فقط مساند للقضية الفلسطينية. في نهاية الفيديو لا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم في التعليقات.